السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غنصايب معكم رغيفات او المسمنات هادو اللي ديال الفطور ولا ديال الكوتي، وكذلك غنصايب معكم رغيفات ديال الشحمه اللي كيجيو بنانين بجوج بهم. بالنسبه لهادو غنديروا فيهم واحد الحشوه اللي رائعه بزاف باش يجيوكم هشاش ورطبين ومنفوخين هكا مرقين، وكذلك ديال الشحمه بواحد العماره ولا واحد الحشوه اللي غزاله بزاف بنينه. خليكم معايا باش تكتشفوا الحشوات اللي غندير ان شاء الله في هاد الرغيفات هادو، ولا ديال الشحمه ولا الرغيفات العاديين ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وخليكم معايا حتى الاخير. بالنسبه للصوت ديالي اسمحوا لي، انا كندير المونتاج دابا في الليل، يعني مشى الحال بزاف وانا كندير المونتاج، الصوت ديالي قليل داكشي علاش. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، غنزيد عليه نص كيلو ديال السميد الناعم اولا الفينو، واحد الملعقه كبيره مع مرش ديال السكر سنيده، ملحه. صافي غادي نعجنها في العجانه وغندير ليها الماء دافي وصافي. غنزيد الماء شويه بشويه. هنايا بعد ما تعجنات غندير لها شويه ديال الزيت الروميه باش نخليها ترتاح. نغطيها ولوفان ونخليها ترتاح. بصله حمراء بعد ما درت الزيت بالزيت، درت عليها البصله كباريه وبصله عاديه حمراء. دابا غادي نضيف البصله حمراء وبصله خضراء. بالنسبه للعطريه حتى ندير الشحمه عاد غندير العطريه. خلي شويه هادشي تشحر، عاد غندير الشحمه لحقاش الشحمه دغيا غادا تذوب ليا. خليها شي شويه تشحر هي الاول عاد نضيف الشحمه. غندير بصله مطحونه، بصلايه مطحونه مع العطريه ديال الزبار كامل، نص معلقه صغيره مع مرش ديال الكبار. نقدر نزيد الملحه، حيت هذه مالحه اصلا غندير غير شويه الملحه والتحميره، واحد الملعقه كبيره ديال التحميره. دابا غادي ندير الشحمه اللي قطعتها بحال هكا. هاد خبز الشحمه هذا كيجي بنين بزاف. هذا البصله اللي صيفط معكم اللي درت معكم، البصله اللي فيها العطريه بصلايه الدار. هانتوما ما تلقاش ليا حشوه الماء ديالها لحقاش حارتها هي الاولى ومجهده على العافيه. والملحه الا درتوها من الاول غتطلق لكم الماء، من الاحسن تخليوها حتى الاخر. ديروا العطريه والملحه خليوها هي الاخر. انا خليت العطريه كلشي في الاخير عاد درتها معكم دابا. صافي واحد 2 دقائق غنطفي عليها باش ما تحرقش ليا التحميره. كيجي بنين صراحه بزاف. غنخليها تبرد بما يرتاح ليا العجين. بعد ما كورتهم بحال هكا الى كويرات غنخليهم يرتاحوا واحد شويه. دابا غادي نصايبهم هنايا بعد ما نضفتو اكيد. بسم الله. فاول حاجه هنايا باش بديت كما كتشوفوا الرغيفات العاديين اللي غندير فيهم السميد الناعم اولا الفينو مع الزبده، وكذلك خماره ديال الحلوى وفاني، سكر فاني اختياري، سكر فاني. بالنسبه للخميره ديال الحلوى كتعطينا واحد يعني كتخلي الرغيفات ديالنا يجيو منفوخين ومفشفشين ومقرمشين في نفس الوقت. المهم غادي نصايبهم هما الاولين، من بعد عاد نصايب هذوك ديال الشحمه.
غنسبق هادو هما الاولين ديال الفطور ديال العيد. فهاد الفيديو هذا صيبته في رمضان، نهار قبل العيد. فكيف ما شفتوا العجينه وحده غادا نصايب رغيفات عاديين، يعني ديال الفطور اولا ديال الكوتي. وكذلك غادا نصايب داك الباقيه ديال العجين غنصايب بها رغيفات اولا مسمنات ديال الشحمه. ممكن اننا نديرو ليهم الشحمه اولا كفته اولا الدجاج اولا الطون اولا البصله، حتى هما كيجيو بنانين. رغيفات ديال البصله غير بصله بوحدها كيجيو بنانين. كنورقوهم بالزبده باش كيعطينا داك المذاق زوين. الزبده كتخليهم واحد المذاق زوين، والقرماشه كذلك واحد اللون ذهبي. فكنستمر بحال هكا حتى كنساليهم. كندير من الداخل هذاك الخليط ديال السميده والزبده والفاني وخميره ديال الحلوه. فكيف ما قلت لكم هادشي اختياري. بالنسبه للخميره كتعطيها واحد القرمشه، وكذلك كتخليهم يجيو منفوخين. كنستمر بحال هكا. ودابا كنصايب بعد ما ساليت العاديين، دابا غادا نعمر ديال الشحمه. كنزلعها كامله اولا كنستفها كامله هكا على العجينه صافي. وكنطويهم بحال هكا، بحال اللي كنطوي رغيفات، غير كل واحد الطريقه ديالو. فغادا نكمل بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. بالنسبه للطياب غادا نسبق كيف ما كتعرفوا هذوك الرغيفات اللي ما فيهم حتى شي حاجه هما الاولين، باش هكا المقيله تبقى لي نقيه. الا سبقت مثلا الرغيفات هادو ديال الشحمه هما الاولين، غتوسخ لي المقله. باش انني نطيب الاخرين اللي عاديين، من الاحسن انني نطيب العاديين هما الاولين، عاد غنطيب هادو ديال الشحمه. فهكا كيجي الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو مرقين صراحه وجو بنانين بهذيك الخماره اللي درت ليهم، وخصوصا الفاني عطاتهم واحد المذاق رائع بزاف. ممكن انكم تضيفوا تاني بودره ديال اللوز فيهم، كتجي بنينه. فهاد الرغيفات هادو ديال الفطور هانتوما كيفاش كيجيو، جو مرقين ولون ذهبي.
وهادو ديال الشحمه كيفاش جاو حتى هما الشكل ديالهم كيشهيو رائعين بزاف. ما شهيتكم سمحوا لي، جاو بنانين صراحه بهذيك الشحمه. عفوا هذيك البصله اليابسه كتعطيهم واحد المذاق خيالي، ما نعاودش لكم، واحد المذاق رائع بزاف. بالنسبه لهذيك البصله راه كتباع عند العطار. فإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوش انكم تضغطوا على اللايك وتبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء باش هكا تعمل فائده. ونتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.